السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا بقى روتين جديد ويوم جديد خالص. يوم يعني فيه ريحة بسيطة كده من روايح زمان وأكل زمان. اللهم صل على النبي. بقى زي ما انتوا شايفين انا ببقى امشي يعني امشي ايدي في الرز كده، لو في اي حاجة بشيلها. وبعد كده بقى غسلته وصفيته. طبعا يعني هنعمل محشي، بس محشي مختلف شوية، او ممكن يبقى مش اي حد بيحبه، بس احنا بنحبه. والمحشي ده بقى للناس اللي هم يعني الكبار بتوع زمان، او يعني حتى الصغيرين بيحبوه، يعني مش كل الناس بتحبه. هتعرفوا دلوقتي يا ترى هو محشي ايه. هتعرف. شايفين الورق ده؟ يا ترى ده ورق ايه بقى؟ الورق يعني كنا حاطينه في التلاجة، ففي ورق اصفر، فالاصفر حطيته على جنب. ده ورق لفت. بس انتوا شايفين الورقة عاملة ازاي؟ يعني كانت حماتي جايبة لفت بقى ومقطعاه. انا كنت عملته في الفيديو اللي فات، كنت ملحته. والورق حماتي قطعته كده، وانا وحطيته في التلاجة. وانا صبحت بقى حطيته وفتحت عليه المية بتاعت السخان، يعني مش عايزة مية بتغلي قوي، عايزة بس ان هو يدبل معايا عشان ما يفقدش الزيوت اللي فيه. تمام. يعني بتحطي ميه يعني سخنه من السخان، وحوالي دقيقه كده بتغطسيه فيها وبترفعيه، وبيبقى الورق معاكي زي الفل. ما يبقاش بقى يسمر منك، بيفضل اخضر زي ما هو كده. لو حطيتيه في ميه سخنه بيغمق وبيسود. فهو انتي بتحطي ميه من الخزان من السخان، مفيش سخان يعني بتسخني شويه ميه، مش بيغلوا. والورقة بتبقى ماسكة نفسها، ما بتكرمش على بعضها او بيلزق في بعضه، لا. بتبقى الورقة ماسكة نفسها، لا هي جامدة قوي ولا هي مهرية قوي. تمام تمام. انا كده حطيته في المية دقيقة واحدة، غطسته وبعدين طلعته. والرز كنت غسلاه اتصفى. وكانت حماتي بقى مقطعالي الخضرة بره وهي قاعدة كده. وطبعا جبت الحلة حطيت فيها ورق لفت، وحطيت فيها العيدان بتاعة الخضرة. يعني الخضرة لما بنيجي نعملها بنعمل الورق بس، اما العيدان زي ما انتوا شايفين كده مش بنعملها. في ناس بتعملها عادي. فبحطها في الأرضية بتاعت الحلة. بتخلي المحشي ريحته جميلة، يعني المحشي أول ما بتحطيه كده يغلي، ريحة الخضرة دي بتطلع جميلة جدا. ولو ويا سلام بقى لو في ايه، فلفل بتبقى ريحته جميلة، بس انا ما كانش عندي فلفل. فحطيت الورق بتاع العيدان بتاعة الخضرة. وهبدأ بقى ان انا احشي. يعني بصوا، المحشي بتاعي بيبقى مختلف عن محشي حماية، عن محشي حماتي، اسف، حماية. بيبقى مختلف عن المحشي بتاع حماتي. انا بحبها، يعني بحب المحشية صغيرة كده، ايه يعني قد مثلا عقلتين صابع كده او ازيد سيكة. حماتي بتحبه كبير شوية، او بمعنى اصح بتحب تزود الرز في المحشية شوية. فاحنا ما بنبقاش متفقين ابدا واحنا بنحشي مع بعض. ساعات مثلا لو في حاجة ممكن مزنوقين فيها، اقول لها سيبيني وانا احشي وانتي مثلا اعملي الحاجة دي. او بقعد بقى يعني تحط شوية رز، اقول لها لا انتي حاطة، ونقعد نمسك في بعض يعني مش نمسك في بعض، يعني عادي زي ما انتوا فاهمين، حوار كده عائلي عادي عادي. فالمهم بقى ايه، حشيت شوية وانا واقفة وببص بقى لقيتني ايه بصراحة مش قادرة. قمت جاية رايحة واخدة الحاجات دي وطالعة في الصالة جنب حماتي، وقاعدة ايه مكملة حش. زي ما انتوا شايفين بقى قعدت برا. طبعا كانت شايلة ابني مش ساكت، وعمال يفرك وعمال يعيط، وعايز يلعب في الحاجات بأي طريقة. فالمهم بقى انا قعدت جنبها، فرشت حاجة كده على السجادة. آه، فرشت ملاية قديمة كده وقعدت. حشيت في السهرة يعني. حشيت قبلها بيوم، مش حاشية يومها. كان احنا عاملين التسبيكة، اصلا كنا هنعمل المحشي يوميها. بس العيال عيطت وعايزين مكرونة، يعني عايزين مكرونة، هم كانوا طالبينها قبليها بتلات اربع ايام. فالمهم بقى ايه، قلنا خلاص هنأجل المحشي وهنعمل مكرونة. قلت هعمل التسبيكة وهوضب. وطلعت على السكة جبت خضرة و... وقلت بقى ايه، طالما الخضرة موجودة والتسبيكة موجودة مش هحطها في التلاجة، انا هحشي واحط المحشي نفسه في التلاجة.
وزي ما انتوا شايفين بقى المحشي اللهم بارك كان تحفة، وكل صابع زي التاني بالظبط. وزي ما انتوا شايفين الورق اخضر زي ما هو، وهوريهولكوا لما يستوي مش هيبقى اسود كده، لا هيبقى اخضر زي ما هو. ده بقى كنا تاني يوم الصبح اتصلنا بقى على المحل بتاع الفراخ، عمل لنا فرخة. عايزة اقول لكم ان الفراخ اليومين دول رخيصة، يعني احنا جايبينها بسعر 70 جنيه، وهي بقالها يومين كده. احنا كنا جايبين منها قبلية، يعني كنا جايبين يعني ليلة ما انا كنت هصبح اعمل، كنا جايبين برضو بنفس السعر ب70 جنيه، وجبنا حطينا في الفريزر. ولما صبحنا تاني يوم وقررنا ان احنا نعمل فراخ ومحشي، اتصلنا جبنا صابح وسيبنا اللي في الفريزر، لان هي يعني اسعارها متفاوتة، ممكن من 70 75 80. فهي ده كان ارخص سعر وصلت له. فاحنا قلنا اللي احنا جبناه امبارح هنحطه في الفريزر مش هنطلعه، يعني احنا كنا اوريدي حطيناه في الفريزر. قلنا مش هنطلعه وهنجيب بقى طازة، لان هو يعني سعر بسيط. يعني عايزة اقول لكم ان انا روحت جبت السمك قبليها بيوم او يومين ب85 جنيه، اللي هو البلطي اللي شوناه، فارخص من السمك كمان، يعني حاجة لا تعقل بس عادي. انا جبت السمك ب85 وجبت الفراخ ب70. عايزة اقول لكم ان احنا بنربي الفراخ دي عندنا احنا في بيتنا. والله العظيم يعني بتتكلف كتير جدا. لو فرضنا اللي احنا صباحنا عاوزنا نبيع منهم مثلا، مع انه مش بيحصل يعني، ممكن نخسر كتير جدا، لان احنا بنكلف الفراخ وبنأكلها كويس. وكمان يعني اللهم بارك بنسيب الفراخ لما حجمها بيوصل 3 3 ونص ازيد كمان. يعني هي متربية في البيت بنعملها زي ما احنا عايزين، مش بنجيبها صغيرة. يعني الفرخة اللي في ايدي دي 3 كيلو الا 150 جرام بالظبط. كانت عاملة 200 جنيه. واللهم بارك، يعني كانت كبيرة جدا. وعايزة اقول لكم لما يعني هي في نظرنا يعني مش كبيرة قوي، لان احنا متعودين ان احنا بنربيها، وما بنشتري فراخ ما بتبقاش عجبانا بصراحة. لو وصلتوا لحد هنا بقى تحطوا لايك، ولو مش مشتركين اشتركوا في القناة وحطي لي لايك كويس. و اكتبوا لي بقى الفراخ عندكم عاملة كام. طبعا بقى قطعتها زي ما انتوا شايفين وغسلتها كويس. وعايزه اقول لكم بقى انا بعملها يعني بمحلول كده بنقعه فيه، بتبقى اللهم بارك ريحتها تحفه. عايزه اقول لكم بقى ما كانش عندي اصلا ليمون، يعني الليمون ده بيبقى حاجه اساسيه، بس انا اكتشفت ان مفيش ليمون بس عادي. يعني عايزه اقول لكم الحاجه اللي بتغني عن الليمون وبتبقى اللهم بارك بتخلي الحاجات ريحتها جميله، اي حاجه ان كان فراخ لحمه سمك كرشه بيبقى ليها ريحه. الريحه بصوا يعني دي بتضيع خالص. اول حاجه حطيت شويه ميه وحطيت شويه دقيق كده. والسر بقى الطماطم بمسكها بايدي كده وبعصرها بايدي، مش بخرطها، لا بمسك الطماطمايه اقطعها 2 او 4 وامسكها بايدي بقى. اعصرها بايدي كويس قوي، يعني افركها كده بايدي. وزي ما انتوا شايفين المية بتاعت الفراخ احمرت اهي. ونقعتها بقى حوالي نص ساعة، لان انا كنت مستعجلة عايزة اطبخ. ده المحشي بقى زودته شوية شوربة و... وحطيت الطبق ده قبل ما احط الشوربة عشان خاطر ما يفكش مني وانا بحط. حطيت الشوربة وكان محتاج شوية، حطيت ايه كملت بمية عادي. لان يعني الشوربة ما بنستغناش عنها كلها، لان البنات وعندي مثلا اطفال بيحبوا الشوربة والحاجات دي. فحطيت شوربة لحد يعني بالظبط من المحشي، وبعدين زودت شوية الفاضلين مية. حطيت شوية فلفل اسمر تاني، وحطيت معاها ملح، وحطيت شوية زيت. شوية الزيت دول بقى بيخلوا المحشية معاكي لما تستوي بيبقى فيها لمعة حلوة قوي، يعني مبتبقاش بهتانة كده، فاهمين. وعلى العين التانية كنت حاطة بقى حلة وحطيت الفرخة كده تتشوح، وبتحط لها بقى بهاراتها، بصلتها، طماطمتها. بتحط البهارات اللي انت عايزاه، يعني انا حطيت بصل وطماطم وحطيت ورق لوري وحطيت حبهان ومستكة وحطيت كبابة صيني. ده اللي انا حطيته للفراخ. وطبعا ملح وفلفل ده اساسي.
بنعرفش نعمل مثلا اللحوم والحاجات دي من غير فلفل اسود، لان طبعا الفلفل الاسود بيحوش الزفارة وبيخلي نكهة حلوة في الشوربة. يعني انا عندي اصلا حماية لما بيكون موجود قاعد معانا عايز الفلفل ده كتير كمان، يعني ممكن الشوربة تغمق من كتر الفلفل، فبيحبوا طعمه وكده. شايفين بقى المحشي لما استوى، اللهم بارك، تحفة. عايزة اقول لكم الجنب الغامق ده لو خدتوا بالكم هتلاقوا الخيال بتاع الموبايل وانا بصور، لان اللمبة ورايا هو اللي مغمقه، انما المحشي لونه اخضر وتحفة. وشايفين بقى انا حبيت ان انا احط كده صباع على المعلقة عشان تشوفوا حجم المحشية من المعلقة. هو باين ان هو كبير بس لا، هو صغير جدا وتحفة، يعني جميل جميل جميل. وريحته بقى طالعة تحفة، اللهم بارك. والفرخة زي ما انتوا شايفين بقى كانت يعني خلاص استوت، وشربتها كانت اللهم بارك برضو. عايزه اقول لكم كمان ان الشوربه اللي انا حطاها للمحشي كانت من قبلها بيوم، فاهمين؟ يعني الشوربه بتاعت الفراخ كانت موجوده زي ما هي. شايفين بقى المحشي اخضر وتحفه ولونه تحفه ومفرفر وجميل جميل جدا. وشايفين ده بقى اسمه حجاب، الحجاب ده انا متعلماه من ماما، بحب اعمله قوي، والمحشيه اللي فيه بتبقى مفرفره وبتبقى جميله. انا عيالي بصوا قاعدين كانوا عمالين يقسموا بعض كده ينقوها ياخدوها. الفراخ كمان اللهم بارك دايبة كده. خلاص في نهاية الفيديو، مع السلامة.